السلام عليكم وتحية للإخوة في الصحافة الوطنية من أجل التغطية لهذه الندوة الصحفية اللي قررنا ننظموها لتسليط الضوء على واحد الملف، واحد القطاع اللي هو مهم وحيوي في مدينة الدار البيضاء اللي هو قطاع النظافة وعمال قطاع النظافة. كنشكركم لتلبية الدعوة وكنتمناو أن الصوت ديال عامل النظافة يوصل، وحنا مقبلين على صفقة جديدة ديال تدبير هذا القطاع. الصفقة اللي بدات في يوليوز 2019 وغتنتهي ان شاء الله في يوليوز 2026. العقد المدة ديالو 7 سنوات. فالموضوع ديال اللقاء ديالنا اليوم او الندوة غنحاولوا نسلطوا فيها الضوء على الحصيلة الاجتماعية لعمال القطاع مدينة الدار البيضاء، وفي نفس الوقت سنعرج على الآفاق والطموحات ديالنا كعمال ديال القطاع في المدينة. إلا بغينا نذكروا على الحصيلة، الأجور ديال العمال فيها الأجور الأساسية والمنح إلى غير ذلك، والظروف ديال الاشتغال والوضعية الاجتماعية ديال العمال. فمن 2004 اليوم، منذ انطلاق تدبير المفوض في مدينة الدار البيضاء إلى يومنا هذا، كاين واحد التغيير وتغيير ملموس. وسنة بعد سنة كتحسن، كيف كيتحسن المستوى ديال النظافة ديال المدينة، أيضا كتكون بالموازنة مع ذلك كيكون تحسين الوضعية الاجتماعية ديال العمال. فبالنسبه للحصيله ديالنا الاجتماعيه، وهذا اللي راكمناه عبر واحد مجموعه ديال اللقاءات ومجموعه ديال الاجتماعات في اطار الحوار الاجتماعي. من بعد ما كاين عندنا واحد المنح اللي هما سنويه، بحال منحه عيد الاضحى مثلا، او لا المنحه ديال عاشوراء والدخول المدرسي. في 2004 هذه المنح ما كانوش، من بعد وصلوا ل 600 درهم، من بعد 1200 درهم. من 2019 اليوم، يعني في هذه الصفقه الجديده ديال هذه الصفقه الاخيره، يعني النمط الثالث ديال التدبير المفوض، منحه ديال عيد الاضحى مثلا ولات ب 2000 درهم الامتياز اللي ولاد العمال. كاين المنحه ديال عاشوراء الدخول المدرسي اللي عندنا دارت فيهم واحد 100 درهم تقريبا ديال الزياده في الدخول المدرسي وفي عاشوراء بالنسبه للاطفال. بالنسبه للمنح الشهريه، فكاينه منحه ديال الحليب 100 درهم اللي ما كانتش، ولات في الصفقه الجديده. المنحه عفوا ماشي الصفقه الجديده ولكن الصفقه الاخيره اللي حنا الان اللي هي الان مشرفه على النهايه ديالها. كاين منحه النقل 200 درهم. منحه المردوديه كتختلف باختلاف الفئات. العمال ديال الكنس 350 درهم، السائقين 450 حتى 600 درهم، الحمالين اللي كنقولوا الشارجوره 400 درهم، لي شاف ديكيب 500 درهم، لي شاف سيكسور 700 درهم، وحتى لي شاف سيرفيس وصلت ل 2000 درهم. فهاد المنح كلها كانت واحد المجموعه ديال الزيادات في اطار الاتفاقيه الجماعيه اللي كانت توقعت في 2022 واللي حنا مستمرين فيها ليومنا هذا. من بعد هذه الاتفاقيه الجماعيه وهذا لوغمونطاسيون، هذا تحسين الوضعيه اللي دارت مؤخرا مع الزياده ديال 5% الحد الادنى للاجور، عندنا واحد المجموعه ديال الفئات اللي ما استافدوش داخل شركه افيردا، اللي ما استافدوش من هذيك الزياده ديال السميك. فالشركه ارتأت انها هما تحاول تشجعهم وتحاول تحفزهم، فاستافدوا السائقين 300 درهم، دارت واحد هذا. من بعد هذه الاتفاقيه الجماعيه وهذا لوغمونطاسيون، هذا تحسين الوضعيه اللي دارت مؤخرا مع الزياده ديال 5% الحد الادنى للاجور، عندنا واحد المجموعه ديال الفئات اللي ما استافدوش داخل شركه افيردا، اللي ما استافدوش من هذيك الزياده ديال السميك. فالشركه ارتأت انها هما تحاول تشجعهم وتحاول تحفزهم، فاستافدوا السائقين 300 درهم، دارت واحد الزياده ديال 300 درهم لباقي الفئات اللي ما استفادتش من الزياده ديال
الحد الادنى للاجر. كاين عندنا ايضا جانب مهم اللي كنشتغلوا فيه على مستوى مدينه الدار البيضاء وشركه افيردا بالخصوص، الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه اللي كيكون واحد القفه رمضانيه كدار العمره، مجموعه من الانشطه، المخيم الصيفي لابناء العمال، كيكون حفل ديال التقاعد، وكاين حالات اللي كيكون فيهم واحد التعويض بحال ديال الوفاه. الى الاجي توفى ليه احد الاصول ديالو والفروع كيتعطاه واحد الدعم ديال 1000 درهم. الى توفى الاجير عنده واحد العائله ديالو كتستافد من 3000 درهم. يعني واحد مجموعه ديال الانشطه اللي كديرها الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه. حنا كنحاولوا ما امكن ان نطوروا هاد الانشطه هذه وترقى لمستوى افضل من هذا. يعني هذه واحد المجموعه ديال الاشياء اللي حققناها في مدينه الدار البيضاء وتحققت للعمال بفضل المجهودات، بفضل الحوار ايضا، لان ملي كيكون حوار جاد ومسؤول ومثمر وكما كنقولوا واحد الكلام، الله يعطينا خصم عاقل. ملي كيكون عندك الطرف الاخر اللي تيقدر المجهودات ديال العمال وكيقدر الشراكه الحقيقيه، كتكون نتائج. صحيح طموحنا كبر من هذا الشيء، وطموحات ديال العمال كبر من هذا الشيء، وكنتمناو نحققوا اشياء اخرى وغادي نجيو لها ان شاء الله في الافاق اللي حنا تنوجدوا لها في ظل الصفقه اللي غادا الصفقه الجديده اللي غادي تعاود ان شاء الله السنه المقبله. فقلت هذه واحد المجموعه ديال المكتسبات اللي راكمناها عبر سنوات من النضال، عبر سنوات من الاشتغال والاجتهاد، وكنتمناو انها تطور. بالمناسبه تنشكروا العمال على المجهودات اللي كيبذلوها من اجل النظافه ديال المدينه، ولا اظن ان قد يختلف اثنان على ان مدينه الدار البيضاء عرفت واحد التطور كبير من حيث النظافه ديالها من بعد ما هذه واحد 10 سنين تقريبا، ولا باقي كنتذكروا الخطاب الملكي في 2013 اللي شار فيه النظافه ديال المدينه، وكان الخطاب موجه، كان خطاب اللي وقف على الحقيقه ديال الوضع الكارثي اللي كانت كتعيشه المدينه انذاك. ولكن بفضل المجهودات ديال الجميع تمكنا اليوم اننا نرقاو بالمستوى ديال النظافه ديال المدينه، وكنتمناو انها تزيد اكثر نظافه واكثر جوده. وحنا مقبلين على تظاهرات عالميه، كاس افريقيا اللي غادي تدار السنه المقبله ان شاء الله، كاس العالم، وهذه التظاهره اللي كنظن ان الكل مستعد لها والكل كيوجد لها، وحتى العمال ديال النظافه غادي يكونوا في مستوى الحداث ومستوى التطلعات. بالنسبه للمحور الثاني اللي هو الافاق، فالافاق ديال العمال انها تزيد اكثر نظافه واكثر جوده. وحنا مقبلين على تظاهرات عالميه، كاس افريقيا اللي غادي تدار السنه المقبله ان شاء الله، كاس العالم، وهذه التظاهره اللي كنظن ان الكل مستعد لها والكل كيوجد لها، وحتى العمال ديال النظافه غادي يكونوا في مستوى الحداث ومستوى التطلعات. بالنسبه للمحور الثاني اللي هو الافاق، فالافاق ديال العمال وافاق ديالنا جميعا كعمال ديال هذا القطاع، فكنتمناو على ان اولا يكون الاشراك الحقيقي ديالنا في اعداد دفاتر التحملات. هذه المساله الاولى. والاشراك ماشي فقط في الشق الاجتماعي، ولكن راه العمال تا هما راه عندهم تجربه في القطاع، عندهم راكم واحد العدد ديال الملاحظات اللي ممكن نفيدوا بها حنا كعمال في الشق التقني وفي المنظومه ككل ديال النظافه.
عندنا اشكاليه اليوم في الدار البيضاء، كنتمنى انها تحل في ظل هذه الصفقه اللي قريبه تسالي. هو المساله ديال التوحيد ديال الاجور، لان الاجور اليوم مختلفه ما بين الشركتين. فالشركه الاجور ديالها مرتفعه على الاجور الاخرى، كاين واحد الفرق ما كنظنش انه كبير، ولكن كاين على الاقل واحد 200 ولا 250 درهم حتى 300 درهم، كاين واحد الفرق ما بين العمال. كنتمناو من المجلس في هذه المناسبه هذه ان يشوف هذه المساله هذه، وما نطيحوش في نفس المشكل اللي طحنا فيه في 2014 لما تعاودوا الصفقات بجوج. تعاودوا الصفقات، كانوا ثلاثه الشركات، كانت بيزورنو، السيطه، تيكميد. ملي تعاودت الصفقه ولاو جوج شركات، افيردا والسيطه، طحنا في هذا المشكل ديال الاجور مختلفه ما بين العمال. فدارت واحد الملائمه في هذيك السنه، ووصلنا فيها للنتائج، ولات الاجور موحده على مستوى المدينه. اليوم كاين فوارق، ما بغيناش الصفقه الجديده تبدا وتكون هذه الفوارق داخل ما بين العمال. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي كما قلت الاشراك ديال العمال في اعداد دفاتر التحملات. فالاشراك الحقيقي يفضي الى نتائج، والاشراك الحقيقي هو اللي من خلاله ممكن تحسن الوضعيه الاجتماعيه ديال العمال. فالوضعيه الاجتماعيه كاين جوج ديال الاشطر ولا جوج ديال المداخل. المدخل الاول مادي، لان المطالب ديالنا كتبقى دائما ماديه. كنتمناو على ان هاد المنح، هاد الاجور اللي كاينه، يتفتح نقاش حول التحسين ديالها. بالنسبه للمساله الثانيه هي مساله كتعلق بشروط الصحه والسلامه والظروف ديال العمل. بهذه المناسبه كنحاولوا ان نوصلوا رساله ديالنا للخوت في المجلس، للسيده رئيسه المجلس، للسيد نائب العمده المكلف بالقطاع، على ان حال الوقت باش نفكروا جديا في الظروف ديال الاشتغال ديال العمال، خصوصا ما يتعلق بالمستودعات ديال العمال، توفير الدوشات. يعني ما بقيناش بغينا نشوفوا العمال ديال النظافه يجي من دارو باللبسه ويرجع لدارو باللبسه. فهذه شويه كانت حاطه من الكرامه ديال العامل، وايضا كتاثر صحيا على العمال. وراه مؤخرا واحد المجموعه ديال الحالات المرضيه اللي كاينه في الصفوف ديال العمال. النتيجه ديالها هي هذه المساله هذه ديال اننا ما تنمشيوش خص العمال ملي سالي خدمته خصو يدوش، خصو يجي من دارو نقي ويرجع لدارو نقي. تبقى هذيك النفايات اللي هي وسط النفايات اللي كنشتغلوا فيها يوميا تبقى في المحل ديالها، ما ندخلوهاش لعند وليداتنا لديورهم. هذه مساله كنتمنى على ان المجلس يتفهم هذه الوضعيه هذه. وراه الحلول كثيره، لان ما غاديش المستودعات كاين اليوم واحد النسبه ديال 20 ولا 30%، باقا نسبه ديال 70%. بامكان الا تفتح نقاش في هذا الموضوع هذا، غادي الحلول راه كاينه كثيره، وعندنا واحد المجموعه ديال الملاحظات تاعنا اللي ممكن نفيدوا بها الخوت ديالنا في المجلس. ما تفوتنيش الفرصه ايضا نشكر السيده الرئيسه والسيد نائب العمده اللي مكلف بالقطاع. مساله اساسيه اللي كنا كنعانيو منها سنوات هي مساله ديال تاديه الاجور. فالحمد لله من بعد هذا المجلس هذا، وهذا كيبقى في اطار ماشي مجامله، ولكن واقع. الواقع اللي كان عندنا قبل 2022 2021 كانت الاجور كنوصلوا ل 20 يوم وباقي ما تخلصناش. ولكن بفضل المجهودات اللي بدلاتها السيده العمده والسي افلال اللي كنشكروه بالمناسبه كنائب العمده المكلف بالقطاع، بدلوا حقيقه مجهود يشكرون عليه. الحمد لله اليوم الاجور مع عمرها فات الاجل ديالها، ولات الاجور كتأدى في الوقت ديالها المناسب. نبغيوهم ايضا يدعمونا ويفتحوا النقاش ويتصنتوا لنا على هذه الملاحظات اللي قلناها، من اجل ان الصفقه المقبله تكون ان شاء الله عند حسن التطلعات، لا ديال العمال لا ديال الساكنه البيضاويه ولا ديال المسؤولين ايضا. مجرد ما انه يتفتح النقاش فراه كاينه مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن نفيدوا بها ونتعاونوا بها ونمشيو بها جميع ان شاء الله من اجل النظافه ديال المدينه. غادي يبقى لنا محور ثالث
هو اللي غادي نذكروا عليه شويه، هو المحور ديال الصحه والسلامه كما قلنا ديال العمال، واللي تحقق فيها، ولا بد اننا نعرجوا على هذه المساله. فاللي تحقق هو ان هذوك الديبوات اللي كنقولوا المستودعات وايضا المراعب ديال الشركات، المستوى اللي كان ماشي هو المستوى اللي كاين اليوم. كاين تحسين، كاين اصلاحات مهمه خصوصا على مستوى المراعب ديال الشاحنات. فهذا انجاز اللي تحقق وغيبقى لمدينه الدار البيضاء، وبغينا المسؤولين يفكروا بهذه الطريقه هذه. راه اي حاجه تصلحات في الصفقه راه كتبقى لمدينه الدار البيضاء وكتبقى للعمال وكتبقى للساكنه ديال مدينه الدار البيضاء. ايضا مساله اخرى ديال الاهتمام بالجانب الصحي ديال العمال، خصو اهتمام كبير، وخصو نتحملوا فيه مسؤوليتنا جميعا. فهذا القطاع شويه صعيب، امراضه كثيره. العمال اليوم حال الوقت باش يكون عندهم التغطيه الصحيه التكميليه، لان كنعرفوا الاجور ديال العمال ضعيفه، ما كتكفيش انها تغطي العلاج ديالو وتواكب العلاج ديالنا كعمال. فالتغطيه الصحيه التكميليه لاميتيال ضروريه تكون عند العمال. نتمناو ان هاد الاشياء تلقى طريق اذان صاغيه نسمعوها من هنا لقدام. وهاد المساله ديال التغطيه الصحيه والدور اللي كنقوموا به كعمال، فكنظن احسن اختبار دوزناه هي الفتره ديال كوفيد. الجميع كلشي دخل دار الا العمال ديال النظافه، هما اللي بقاو متواجدين في الساحه، هما اللي بقاو خدامين. بالمناسبه نشكر شركه افيرد على المجهود الكبير اللي قامت به في هذيك الفتره. كنظن تقريبا راه وصلنا لواحد 2500 ولا 2600 اللي كنشكروه بالمناسبه كنائب العمده المكلف بالقطاع، بذلوا حقيقه مجهود يشكرون عليه. الحمد لله اليوم الاجور مع عمرها فات الاجل ديالها، ولات الاجور كتعدى في الوقت ديالها المناسب. نبغيوهم ايضا يدعمونا ويفتحوا النقاش ويتصنتوا لنا على هذه الملاحظات اللي قلناها، من اجل ان الصفقه المقبله تكون ان شاء الله عند حسن التطلعات، لا ديال العمال لا ديال الساكنه البيضاويه ولا ديال المسؤولين ايضا. مجرد ما انه يتفتح النقاش فراه كاينه مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن نفيدوا بها ونتعاونوا بها ونمشيو بها جميع ان شاء الله من اجل النظافه ديال المدينه. غادي يبقى لنا محور ثالث هو اللي غادي نذكروا عليه شويه، هو المحور ديال الصحه والسلامه كما قلنا ديال العمال، واللي تحقق فيها، ولا بد اننا نعرجوا على هذه المساله. فاللي تحقق هو ان هذوك الديبوات اللي كنقولوا المستودعات وايضا المراعب ديال الشركات، المستوى اللي كان ماشي هو المستوى اللي كاين اليوم. كاين تحسين، كاين اصلاحات مهمه خصوصا على مستوى المراعب ديال الشاحنات. فهذا انجاز اللي تحقق وغيبقى لمدينه الدار البيضاء، وبغينا المسؤولين يفكروا بهذه الطريقه هذه. راه اي حاجه تصلحات في الصفقه راه كتبقى لمدينه الدار البيضاء وكتبقى للعمال وكتبقى للساكنه ديال مدينه الدار البيضاء. ايضا مساله اخرى ديال الاهتمام بالجانب الصحي ديال العمال، خصو اهتمام كبير، وخصو نتحملوا فيه مسؤوليتنا جميعا. فهذا القطاع شويه صعيب، امراضه كثيره. العمال اليوم حال الوقت باش يكون عندهم التغطيه الصحيه التكميليه، لان كنعرفوا الاجور ديال العمال ضعيفه، ما كتكفيش انها تغطي العلاج ديالو وتواكب العلاج ديالنا كعمال. فالتغطيه الصحيه التكميليه لاميتيال ضروريه تكون عند العمال. نتمناو ان هاد الاشياء تلقى طريق اذان صاغيه نسمعوها من
من هنا لقدام. وهذه المساله ديال التغطيه الصحيه والدور اللي كنقوموا به كعمال، فكنظن احسن اختبار دوزناه هي الفتره ديال كوفيد. الفتره ديال كوفيد الجميع كلشي دخل دارو الا العمال ديال النظافه هما اللي بقاو متواجدين في الساحه، هما اللي بقاو خدامين. بالمناسبه نشكروا شركه افيرد على المجهود الكبير اللي قامت به في هذيك الفتره. كنظن تقريبا راه وصلنا لواحد 2500 ولا 2600 ديال التحاليل اللي كانت كدار، وكنظن الشركه الوحيده اللي كانت مخصصه وكانت دايره مخصصه واحد الاهتمام في هذيك الفتره للعمال ديالها، لا من وسائل التعقيم ولا من الكمامات اللي كانوا ولا من التحليل. وكنعرفوا التحليلات راه ميزانيه كبيره، هذيك 2500 ولا 2600 ديال التحليله، الا حسبتي لها 600 ولا 500 درهم باش كتكدر راه ميزانيه كبيره هذيك. ما كنظنش ان شي شركه اللي كانت مهتمه بالعمال ديالها بهذاك الشكل. وبالمناسبه كنشكرهم على هذاك المجهود. هذاك المجهود هو اللي بغينا اليوم المسؤولين في مدينه الدار البيضاء يوليوه العمال ديال النظافه ويهتموا بهم، لان فعلا يعانون الكثير من جراء هذه المسائل الصحيه اللي نظرا للطبيعه ديال الاشتغال. ونتمنى على ان شاء الله الصفقه المقبله ان شاء الله تكون احسن من هذه اللي كاينه من حيث الشق الاجتماعي ديال العمال، وايضا اللي غينعكس على الجوده والنظافه ديال المدينه ويحفز العمال باش يشتغلوا اكثر ويكونوا في المستوى ان شاء الله. وشكرا لكم. السؤال ديالك الاخ، احنا دائما كنهضروا على هذه المساله ديال خصنا عندنا مطالب. القطاع فعلا حيوي، والا ما كانش العامل ديال النظافه خدام ما غيخدمش الاستاذ، ما غيخدمش المحامي، ما غيخدمش الطبيب، ما غيخدم حتى واحد. كنعرفوا الدور ديال البيئه والمحافظه على البيئه، الدور المهم في المجتمع وفي الحياه بصفه عامه. لكن الاشكاليه فين كاينه؟ الاشكاليه ما مرتبطاش غير بالمطالب، الاشكاليه مرتبطه بالمنظومه ديال القطاع كامله. النظافه اليوم في بلادنا هو قطاع اللي هو ماشي منتج. اليوم الدوله حنا هادشي خصنا نفهموه مزيان باش نعرفوا، حيت حنا العامل ديال النظافه الا بغيتي تقول لي مهندس وفي بلدان اخرى عامل ديال النظافه كيكون من 3 ولا 4 ديال المراتب، 3 ولا 4 الاولين في الاجور، حنا في الاسفل. علاش؟ النهار اللي غتولي بلادنا هذا القطاع منتج، هذا الجمع ديال النفايات كينتج لنا الاموال، غادي يولي السيوله وغيولي عندك امكانيات ماديه باش ماشي غير العمال اللي غيتزادوا العمال، تزيد من الاليات، تزيد من الخدمات، تزيد بزاف الحوايج غيدار. في اوروبا كاين مطارح صناعيه اللي دي شارج اندستريال. هاد النفايات اللي كتجمع كلها في المانيا راه كيصنعوها تيخرجوا منها فلوس، في تركيا، في اسبانيا، في اليابان، فين ما مشيتي. المغرب حنا لا، شنو كنديروا؟ الدوله كتعطي الفلوس باش كنجمعوا كنردموا. هذيك ثروه خضراء نسميوها، راه هي الاسم ديالها الثروه الخضراء. هذيك الثروه الوقيته اللي غادي نوليو حنا كنستثمروها وكنديروا اعاده التصنيع ديالها وتنخرجوا منها، كنخرجوا منها الامكانيات الماليه، غتنعكس على العمال ديال القطاع والقطاع بصفه عامه. مثلا دابا الدار البيضاء القطاع ديال جمع النفايات، هذا القطاع ديال النظافه كيكلف الجماعه ثلث ديال الميزانيه، واحد 120 مليار تقريبا. 120 مليار انت كتعطيها كجماعه، كتعطيها كتدخل منها حتى حاجه. تخيل معايا هذيك 120 مليار كون دار واحد المطرح صناعي وهذيك النفايات كتجمع وكيدار التصنيع ديالها، ونخرجوا الكارطون ونخرجوا كذا كيتعاود يتباع للشركات وكتدخل الجماعه الفلوس. بمعنى ما غتبقاش خسر 120 مليار، تقدر تولي هي كتربح منه، لان الدراسات التقنيه اللي كاينه في هذا القطاع هذا ملي نخرجوا مثلا هذه المواد العضويه
والمواد الصناعيه وهذيك الليكسيفيا اللي فيها الغاز وفيها، راه كاين مدن اللي كيضويو بلي ديشارج الغاز ديال ديك الليكسيفيا. هذا الشيء كامل دراسه تقنيه اللي دارت كتقدر تعطيك ضعف ديال ما انفقته على الجمع ديال ديك النفايات. بمعنى غتولي كتربح، وملي غتولي كتربح غتولي عندك ميزانيه، وملي غتولي عندك ميزانيه غتقدر تحقق هذه المطالب اللي كنقولوا فيها. غدا نلقاو العامل ديال النظافه خدام ب 10000 درهم، علاش لا؟ لانه ولا هو تا هو منتج، هذاك القطاع منتج. حنا المشكل اللي كاين اليوم متعلق متعلق بالقيمه الماليه ديال الصفقه. ملي كنقولوا 120 مليار تقريبا راه 40% ولا 35% حتى 40% من القيمه ديال الصفقه هذه اجور، كتله ديال الاجور ديال العمال. يعني الاجور ديال العمال في الدار البيضاء كتراوحوا ما بين 40 حتى ل 45 مليار. الا بغيتي تزيد في هذه الاجور خصك تزيد في القيمه الماليه ديال الصفقه. واش الجماعه الميزانيه ديالها كتحمل انها تعاود تزيد في هذا الشيء ولا لا؟ هذا هو اللي كيبقى